بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبهوا حين نقرأ هذه الآية الأولى تبت يد أبي لهب وتب، نتنبه إلى ملاحظتين. الأولى أن همس التاء كثيرا ما يقع البعض بخطأ إشراك صوت سين مع صوت الهمس، وهذا من الأخطاء الشائعة، فلا يصح أن نقول تبت تبت تبت، واضح؟ وإنما نقول تبت، يعني يكون صوت الهمس قرب مخرج التاء، واضح؟ هذا أولا. ثم حين ندغم لهب لابد من ضم الشفتين، ثم إذا ما انتقلنا إلى صوت الواو انقطعت الغنة، فلا أشرك غنة مع صوت الواو، فلا أقول لهب و ليس بصحيح. لهب هنا توجد غنة لأنه إدغام بغنة. لهب واو من غير غنة. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما غا، تنبهوا إلى تخليص هذين الحرفين، إذا ما تجاور مفخم مع مرقق فنعطي لكل حرف حقه. ما غا ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم الآن سنعود إلى ذات المشكلة التي نبهنا إليها منذ قليل، حين يتجاور المفخم مع المرقق لا يصح أن نقول سيا سيصلى سيص سيا سيص سيص، وإنما نقول سيا ثم ننطلق إلى الصاد المستعلية المطبقة. سيص سيا صا سيص سيص سيصلى نارا ولا نقول نارا نا. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته، لاحظوا لا نقول نتنبه إلى ترقيق الواو هنا. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. نتنبه أيضا في كلمة في جيدها حبل، نتنبه إلى الباء ألا يشوبها شائبة حركة أو شائبة ضم، فلا نقول حبل حبل حبل، واضح؟ حبل. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد.